السلام عليكم. في فيديو اليوم سنتحدث عن الأشياء التي حصلت إلى تحالف الجيل الجديد بعد نهاية رحلة وانو، ولكن هذه الأشياء حصلت في المانجا، لذلك إن لم تكن متابعا للمانجا فعليك الابتعاد كل الابتعاد، فهذه الأشياء خطيرة جدا. أما الآن فسأترككم مع الإنترو، لذلك لا تنسى الضغط على زر لايك وسبسكرايب. بداية سنبدأ بجراح الموتى تروفارغاردي وتارو لاو الذي أنهى تحالفه مع لوفي وانطلق إلى العالم الجديد، وهناك لقي ما لا يتمنى أن يلقاه أبدا، حيث أن لاو وضع في موقف مأساوي بالفعل، حيث أنه تحتم عليه مواجهة تيتش، ولكن حسنت هذا القتال أنه كان في البحر، وكان ذلك من مصلحة لاو. ومن ثم قام لاو بالمقاتلة بكل ما أوتي من قوة ضد تيتش الذي كان من الواضح أنه أقوى وأفضل منه وأكثر خبرة في القتال وكيفية الفوز في المعارك، مما أدى إلى خسارة لاو هذا القتال. وبينما كان تيتش يفكر في كيفية استعماله لفاكهة لاو، هل يأكلها أم يبيعها، قام بيبو نائب لاو باستعمال عقار كان قد أخذه من تشوبر، ومن ثم تحول إلى وحش وضرب تيتش ضربة وأخذ لاو وفر هاربا. لكننا إلى الآن لا نعرف ما هو مصير طاقم جراح الموتى، هل انتهت رحلته بالفعل أم أنه سيعود مجددا؟ لاو حاليا لا يزال على قيد الحياة، ولكن إلى متى سيصمت وهل سيقبل بالخسارة ويعود مجددا؟ أما فيما يتعلق بيو اس اس كابتن كيد فإنه قد توجه إلى جزيرة الباف، وذلك من أجل مواجهة أكاغامين وشانكس الشعر الأحمر، لكنه لم يكن مدركا إلى ما كان ينتظره، أنه ليس إنسان بل وحش. نعم، أتحدث عن شانكس. ومن ثم قام شانكس بسؤاله: هل أنت جاهز الآن؟ هل بإمكانك قتلي؟ وقال: لا تستهن بنضوج الجيل الجديد. وخاطبه كيلر قائلا: في المرة الماضية لقد خسرت ذراعك، ولكن هذه المرة لن يقتصر الأمر على ذراعك فقط. هل أنت جاهزا يا كابتن؟ قال: نعم، ولكن ذلك إن خسرت المعركة. وفيما كان يظهر أسطول طاقم ذو الشعر الأحمر شانكس، كان كيد مذهولا لما تراه عينه، وعلى حين غرة سدد شانكس ضربة أذرفت بالأخير مهزوما. انهزم كيلر وكيد دفعة واحدة وضربة واحدة استعملها شانكس، وهي كاموساري الخاصة بملك القراصنة جولدي روجر. وقام طاقم كيد بالتوسع من أجل حياتهم، وأعطوا الريد بونغليف الخاصة بهم إلى شانكس، وبذلك أصبح لدى شانكس 3 بونغليف الطريق. الثلاثي المرح كيد لاو ولوفي سقط 2 منهم بالفعل، انهزموا بطريقة سهلة بعض الشيء، فهل سيلحق بهم لوفي يا ترى أم لا؟ أما فيما يخص بطلنا لوفي فقد توجه إلى العالم الجديد وإلى جزيرة الإيج هاند، حيث يقبع العالم الشهير وأفضل عالم في العالم فيجابانك. توجه لوفي إلى هناك وكان له هدف الاستطلاع فقط، ولكن قام فيجابانك بطلب طلب غير متوقع أبدا، حيث أنه قال أنه شبه محتجز ضد حكومة العالم، وأن حكومة العالم قررت التخلص منه، وطلب من لوفي أن يساعده في مسألة الخروج من الجزيرة وأن يسمح له بالركوب على سفينته. ومن ثم أصبحت مسألة لوفي هي مساعدة فيجابانك على الخروج من الجزيرة. ومن ثم جاء روب لوتشي وهو عدو لوفي القديم من أجل قتل فيجابانك، إلى أن لوفي هزمه بسهولة. والآن فإن كيزارو وأحد أعضاء الجيروسي ال5 وهم الشخصيات الأغمض في أنمي ون بيس متجهون إلى جزيرة الإيج هاند، حيث يقبع فيجابانك ولوفي، فما الذي سيحصل هناك يا ترى؟ شاركني رأيك، فهو مهم جدا. سقط كيد وسقط لاو على يد شانكس وتيتش، وظهرت قوة شانكس تقريبا، وشاهدنا كم هو بارع في الهاكي، وأنه قد أتقن تقنية روجر والتي هي كاموساري. وما ينتظر لوفي هو كيزارو وأحد أعضاء الجيروسي. شاركني رأيك، ما الذي سيحصل في الفصول القادمة؟ وهل سيواصل غارب غزوته على جزيرة تيتش أم أنه سيعود مهزوما وبدون كوبي؟ شاركني رأيك، فهو مهم جدا، ولا تنسى الضغط على زر لايك وسبسكرايب تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.